اهلا بيكم معانا النهارده. هنسافر مع بعض كالعاده في رحله داخل النفس. هتبقى بين الوعي في الماضي وفي الحاضر. في كتير قوي الوعي بتاعنا ما بين شخصيتنا الحقيقيه وتاريخنا اللي شكلنا. الاسئله النهارده هتبقى على 4 محاور رئيسيه: كوتشنج عشان نكتشف الاتجاه، ثيرابي عشان نحرر المشاعر، انياجرام عشان نفهم نمطنا بعمق، وخط الزمن او العلاج بخط الزمن عشان نرجع ونعيد كتابة المعنى. يا ريت كل واحد فينا ياخد نفس عميق، نفس طويل. لو هتسمح لنفسك بالعفو، عن مين هتبتدي؟ لو هتسمح لنفسك انك تعفو عن حد او بالعفو عموما، مين اللي هتبتدي؟ تعالوا بقى نفهم النمط. انا مش هوجه، بس عدم العفو هيتعبكم، مش هتعرفوا تكملوا صح، خصوصا اللي في المرحلة لسه اللي في مقتبل في العمر. من في مقتبل العمر هتتعلموا مع الوقت ان الدنيا متستحقش الضغط والقسوة اللي انتوا بتشيلوها. هتتعبوا وهتلاقي بتطلعوا لنفسكوا بعد كده لما كده كده هتكبروا عقبات وحاجات زي الصخور في علاقاتكم بالآخرين حواليكم.